عمرك سألت نفسك ليه الناس بتتصرف بطريقة معينة أو إزاي تقدر تأثر على قراراتهم وتصرفاتهم من غير ما يحسوا؟ كتاب كيف تغير تصرفات الآخرين لديفيد ليبرمان بيكشف أسرار نفسية قوية هتخليك تفهم دماغ اللي قدامك وتوجهه ناحية اللي انت عايزه بذكاء ومن غير ضغط أو تلاعب. وده هيكون ملخص كتابنا النهاردة. تغيير تصرفات أي شخص مش سحر، لكنه بيعتمد على فهم طبيعة تفكيره واستخدام استراتيجيات ذكية علشان تأثر عليه بشكل غير مباشر. ديفيد ليبرمان في كتابه كيف تغير تصرفات أي شخص بيشرح طرق نفسية وعملية للتأثير على الناس من غير ضغط أو إجبار. يلا بينا نبدأ رحلتنا مع الكتاب. في كتابه ليبرمان بيأكد ان كل سلوك ليه سبب، والسبب ده ممكن يكون خوف، رغبة او احساس بالنقص او حتى مجرد عادة مترسخة. لما تفهم اللي بيحرك الشخص اللي قدامك هتعرف ازاي تقنعه يغير تصرفاته من غير ما تحسسه انه مجبر. وهو ده معنى الفهم لمفتاح التغيير، بان التغيير بيبدأ من الفهم النفسي. الناس مش هتتغير لمجرد انك طلبت منهم، لازم الاول يحسوا ان التغيير منطقي ليهم ومش حاجة مفروضة عليهم. علشان كده الفهم دايما بيجي قبل التغيير. ليبرمان بيقول ان افضل طريقة لاقناع حد يغير تصرفاته هي انك تساعده يكتشف في نفسه ان التغيير في مصلحته، ما تحاولش تفرض رأيك. هنا السر الحقيقي، التغيير مش مجرد قرارات لكنه عملية نفسية بتبدأ من جوه الشخص نفسه. لو عايز تغير تصرفات حد لازم توصله للإحساس الداخلي اللي يخليه هو اللي ياخد القرار. ليبرمان بيشرح في كتابه ان كل انسان عنده دوافع نفسية مخفية، الطريقة الصح انك تديه احساس بالسيطرة بدل ما تحسسه انه مجبر. في عوامل بتساهم في تحديد كيفية تصرف الفرد في مواقف معينة، زي عوامل نفسية أو اجتماعية أو ثقافية. العوامل النفسية زي المشاعر والدوافع الداخلية اللي بتدفع الشخص للتصرف بشكل معين. أما الاجتماعية فتأثير المحيطين بالفرد، وده كله هنشرحه من خلال وجهة نظر الكاتب ديفيد ليبرمان. كل فرد عنده طريقة خاصة بيشوف بيها العالم حواليه، وده بيتأثر على طريقة تفكيره وتصرفاته. علشان تقدر توصل لحد وتغير تصرفاته لازم تفهم منظوره الشخصي، يعني تشوف الأمور من زاويته هو. لو حاولت تكلمه بلغته وفهمت احتياجاته ومشاعره هيكون أسهل ليك تأثير وهتغير سلوكه من غير مقاومة. القصص لها تأثير كبير في تغيير التصرفات، لأن الناس بتتأثر بالقصص أكثر من الأفكار المجردة. لما تروي قصة مرتبطة بالموضوع اللي عايز تغير فيه تصرف شخص هتلاقي إنه قادر يربط بين القصة وحياته الشخصية. لو عايز شخص يتوقف عن التصرف بعدوانية ممكن تحكي له عن قصة شخص تاني كان بيعمل كده. الناس غالبا بتاخد قراراتهم بناء على مشاعرهم اكثر من المنطق، حتى لو الشخص عارف ان القرار مش منطقي او غير مثالي، الا انه بيبني اختياره بناء على احساسه الشخصي، سواء كان خوف، حب او حتى كراهية. لما تفهم المشاعر دي وتخاطبها هتقدر تؤثر على قرارات الشخص بشكل اكبر من مجرد تقديم معلومات منطقية. الناس بيحبوا ان القرارات اللي بياخدوها هي قراراتهم الشخصية ومش مفروضة عليهم. لما تخلي الشخص يحس ان القرار هو اختياره الخاص وبيتحكم فيه بنفسه هيكون اكثر قابلية لتنفيذه. ليبرمان بيقول ان ده بيخلق عنده احساس بالسيطرة والاستقلالية، وده بيشجعه اكتر على اتخاذ القرار. الأفراد غالبا بيتم تأثيرهم بالأشخاص اللي حواليهم، سواء كانوا في الشغل، الأسرة أو الأصدقاء. بيئة الشخص بتأثر في قراراته وتصرفاته بشكل غير مباشر. لو الشخص في بيئة مشجعة بتدعم الإيجابية والنجاح هيكون عنده أكثر من حافز علشان يتصرف بشكل إيجابي، وهتساعده إنه يطلع أفضل ما عنده ويطور من نفسه. لما تغير البيئة اللي انت فيها ده ممكن يسرع التغيير. تغيير البيئة بيسرع من التغيير الشخصي. اذا كنت عايز تغير سلوكك او سلوك شخص اخر، تغيير المحيط اللي بتقضي فيه وقتك بيكون ليه تأثير كبير. البيئة الجديدة او التغيير في المحيط بيخلق ظروف جديدة وبيساعدك على التكيف والتغيير بشكل اسرع وفي مدة زمنية بسيطة. أصدقائي، لسه مع كتاب كيف تغير تصرفات أي شخص للكاتب ديفيد ليبرمان. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعمونا بلايك واعمل سبسكرايب للقناة وشير الفيديو. شكرا لمتابعتكم لينا، ونرجع مرة تانية لتكملة تلخيص كتاب كيف تغير تصرفات الآخرين للكاتب ديفيد ليبرمان. في طرق نفسية ذكية تقدر بيها تخلي الناس يتغيروا من غير ما يحسوا انك بتفرض عليهم حاجة، زي الاقناع التدريجي او التأثير غير المباشر. الفكرة في الكتاب انك تستخدم الذكاء النفسي بدل الضغط المباشر، وساعتها الناس هتتغير من غير ما تحس انها بتتغير غصب عنها. هنبدأ بالاقناع التدريجي. الناس بطبعها بترفض التغيير المفاجئ لانه بيحسسهم انهم فقدوا السيطرة. علشان كده ليبرمان بيقول انك لو عايز تغير تصرفات حد خليك هادي وابدأ معاه خطوة بخطوة، كأنك بتزرع فكرة في دماغه وهو اللي يوصل للاستنتاج بنفسه. اسأله ايه رأيك نجرب كذا، وهتلاقيه بدأ يتقبل الفكرة.
لو جيت تأمر حد يعمل حاجة طبيعي هي عندك حتى لو الحاجة دي في مصلحته، خليه يشوف الفايدة بنفسه. ليبرمان بيقول انك بدل ما تقوله لازم تغير الطريقة اللي بتشتغل بيها، خليه يشوف حد تاني عمل التغيير ونجح. لما يلاقي ان التغيير جاب نتيجة كويسة هيفكر بنفسه انه يجربه، ساعتها مش هيحس انه مجبر عليه. كلمة تلاعب ساعات بتخوف الناس، بس الكاتب بيقصد بيها انك تستخدم مشاعر الشخص لصالحه علشان تخليه يتغير بشكل ايجابي. يعني بدل ما تدي اوامر او تطلب الحاجة بشكل مباشر، حاول تربطها بعاطفته او احتياجه. مثلا لو عايز حد يبطل عادة سيئة، بدل ما تقول له بطلها لانها غلط، جرب تقول له تخيل لو بطلتها هتحس قد ايه براحة نفسية وثقة في نفسك. اي حد بيحاول يتغير او يغير غيره هيقابل مقاومة، والمقاومة دي غالبا بتيجي من الخوف او العناد. ليبرمان بيقول ان الناس بتخاف من التغيير علشان مش عارفة ايه اللي هيحصل، وبتعاند لما تحس انك بتفرض عليها حاجة. الحال خليك صبور وحاول تهدي مخاوفهم بدل ما تحاربها. ازاي تتعامل مع الشخصيات الصعبة؟ الشخصيات الصعبة ممكن تكون عنيدة وعدوانية او حتى سلبية بطريقة مستفزة. ليبرمان بيشرح في كتابه طرق ذكية للتعامل معاهم بدون صدام، زي انك تفهم دوافعهم وما تخشش في مواجهة مباشرة معاهم، وان الهدوء هو الحل، وانك تستخدم الذكاء العاطفي، وما تخليش اي حد كلامه يستفزك، وما تحاولش تغيرهم غصب عنهم. قلل احتكاكك بيهم برضو لو لازم الامر. خليك واثق من نفسك واعرف امتى تنهي الحوار، ما تظهرش ضعفك قدام الشخصيات المسيطرة. الخلاصة ان التعامل مع الشخصيات الصعبة مش مستحيل، لكنه محتاج ذكاء وصبر. في النهاية حافظ على اعصابك. الشخص العنيد عنده نقطة ضعف أو حاجة بتهمه أكتر من أي حاجة تانية، دي اسمها منطقته. لو قدرت تكتشفها هتعرف إزاي تقنعه. مثلا لو حد عنيد في الشغل ورافض فكرة جديدة، اسأله عن إيه اللي يهمه أكثر في شغله، هل الكفاءة والراحة ولا المظهر الاجتماعي؟ لما تعرف إيه اللي يفرق معاه استخدمه لصالحك في الإقناع، بكده تكون عرفت منطقته. العناد بيزيد لما الشخص بيحس انك بتفرض عليه حاجة، لكن لو خليته هو اللي يستكشف الفكرة بنفسه هيكون متقبل اكتر. ليبرمان بينصح باستخدام اسلوب ماذا لو. بدل ما تقوله لازم تعمل كذا، جرب تقوله طب ايه رأيك فيها ايه لو جربنا الطريقة الجديدة لمدة اسبوع. ده بيخليه يحس انه لسه مسيطر على قراره. الشخص المتردد مشكلته انه بيركز على المخاطر اكتر من الفوائد، فالحل انك توضح ليه ايه اللي هيكسبه لو خد الخطوة. ما تقولوش لازم تتغير، لكن ركز على المميزات اللي هتعود عليه. لو حد متردد يسيب شغل مش مريحه، بدل ما تقوله سيبه وخلاص، جرب تقوله تخيل لو اشتغلت في مكان يقدرك وبتاخد مرتب احسن وراحة نفسية. المتردد بيخاف من التغيير الكبير، فالحل انك تقدم ليه خيارات صغيرة وآمنة ازاي تطبقها. بدل ما تقوله لازم تاخد القرار دلوقتي، طب جرب الخطوة الأولى بس، ولو حسيت انها مش مناسبة تقدر ترجع تاني من غير خسارة. ده بيخليه بيحس بالأمان، فبيبدأ يتحرك بدل ما يفضل واقف مكانه ويطور من نفسه. الشخص السلبي بيحتاج تشجيع مستمر، لكن لو حاولت تشجعه مرة واحدة بقوة ممكن يحس انك بتضغط عليه. الحل هو انك تشجعه بشكل تدريجي. لو شخص سلبي بيحاول يحقق هدفه في الشغل، لو لقى انه صعب عليه، شجعه اولا على خطوات بسيطة زي ان انت بدأت صح، خلينا نكمل بنفس القوة، كده بتحفزه لعمل المزيد. الشخص السلبي بيشوف التحديات بشكل سلبي، فالمفتاح هنا هو انك تركز على الفوائد الايجابيه بدل ما تركز على الصعوبات. خلي الشخص السلبي يشوف ازاي التغيير هيفيده في حياته، بدل ما تقول له لو غيرت طريقك ده هتواجه مشاكل، جرب تقول له لو جربت الطريق ده هتوصل لنتائج افضل وتحقق اهداف اسرع. الخلاصة ان التغيير الحقيقي مش بيحصل لو مفيش تغيير في الافكار والمعتقدات من جوه. الشخص مش هيتغير لو كان التغيير مجرد حاجة خارجية او بسبب ضغط من بره. التغيير لازم يجي من الشخص نفسه، يعني لازم هو يشوف قيمة التغيير ويحس بيه من جوه علشان ينجح، وده معنى ان التغيير الحقيقي بيبدأ من الداخل. الكتاب بيأكد ان التغيير مش بيحصل بسرعة لو كنت بتضغط على الشخص بشكل مباشر. الطريقة الافضل هي انك تقنعه تدريجيا وتخليه يفكر في التغيير ببطء بدل ما تفرض عليه الفكرة مرة واحدة. المواجهة المباشرة بتخليه يقاوم اكتر، وهو ده معنى استخدام الاقناع التدريجي. افضل طريقة انك تخلي الشخص بيقتنع بالتغيير هي انك تخليه يحس ان هو اللي اختار، مش انت اللي فرضته عليه. لو حس ان القرار بايده هيكون اكثر استعداد للتغيير. الخلاصة ان خلي التغيير يبدو كخيار شخصي علشان الشخص يحس ان هو اللي اختار التغيير. ودول اهم 3 افكار في الكتاب. وبكده نكون انتهينا من تلخيص كتاب كيف تغير تصرفات اي شخص للكاتب ديفيد ليبرمان. نتمنى ان يكون الملخص عجبكم، وشكرا على متابعتكم معانا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمكم لينا من خلال لايك وشير وسبسكرايب للقناة.